السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا اهلي يا كل حياتي؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. صلوا على النبي يا حبايبي. والله الفيديو كنت عايزة اعمله امبارح، بس اقول لكم على حاجة، والله الواحد ما قادر يتكلم، مش قادرة اتكلم. حتى شفت بالليل الدكتورة رباب برضك يعني بتحكي نفس المشكلة، اللي هي بتقول اللي انا ببقى فعلا عايزين مشتاقين لكم ومشتاقين نكلمكم ومشتاقين نشوف تعليقاتكم الجميلة، بس والله ما اعرفش الجو فيه خمول، مش قادرين نطلع الكلمة. مش عارفة ليه. امبارح قاعدة اقول حتى انا ما نمتش من امبارح نمت الساعة 6. والله ما انا عارفة انام. فانا عشان برضك الجو حر والكلام ده الواحد ما عرفش والله ينام الا الساعة 6 الصبح. وصليت الفجر ودعت لكل حبايب مدام هناء، والله دعت لكم والله يا حبايبي كلكم، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. اهم حاجة امبارح سمعت الدكتورة رباب، ربنا يشفي لها جوزها يا رب، هي وام ريبال وابنها يا رب، ويطمنا عليهم وادعوا لهم بالتعالات بالله عليكم يا حبايبي. يشفي الاستاذ احمد، هيعمل عملية هو وام ريبال، ربنا يشفيها يا رب ويشفي ابنها يا رب، ربنا يطمنا عليهم باذن الله. والله يا دكتوره رباب امبارح بقيت اقول ايه هي البت دي ترهلات، ترهلت عملت لنا عمل ولا سحر اسود، مش عارفين نتكلم، انا مش عارفه اتكلم والله. يعني أنا النهارده مش هتكلم على قصريه خالص، بكره ان شاء الله محضره لها البقره دي كلام يعني، وهنفللها ومفليه لها بقى الفيديوهات بتاعها حته حته كده، ونقطه نقطه يجي لها نقطه. بس النهارده انا طالعه والله العظيم اقول لكم احلى حاجه يا حبايبي، والله احساس كله من قلبي، قلب اقسم بالله. امبارح حضرت عرض مدام هناء، انا لقيتها فرحانه بيا وزرغتت. عارفه اللي واحده تحب ام رنا وزرغت هنا عليا، والله العظيم مش في التليفون. اخد مدام هناء الست دي اخدها بالاحضان واقعد ابوس فيها، يعني مش هسيبها. اللي هي واحدة زرغتت وفي حرب اللي انا بحضر العرض والكلام ده، بقول لها ربنا يجازيك كل خير يا مدام هنا، انا بحبك قوي قوي قوي. انا عامله الفيديو ده مخصوص ليك النهارده عشان اقول لك اللي انا بحبك قوي قوي قوي، والله العظيم. وبحب اللي انت عرفتيني على اهل ليا، على ناس عمري ما شفتهم في حياتي. انا والله انا ما شفتش ان انتم ما شفتكوش في حياتي. انا عشت 30 سنة او فوق ال30 وقابلنا من ناس غدر وخيانة وكل حاجة، ما قابلتش الا ناس بالحنية دي والكلمة الحلوة، حتى الناس والله العظيم الكلمة الطيبة اللي بيقولها في التعليقات دي وحبهم ليا بحسه دي، والله العظيم. انا امبارح شفت كمان فيديو ام ريبال، انا معلش يا ام ريبال، كان الناس يقولوا ده بتتكلم عليك يا ام ريبال، انا خايفه اتفرج على الفيديوهات، بخاف. ليه؟ لان مثلا اقول ده بينقدوني بسلبي وهزعل وبيتحرق دم والكلام ده. امبارح وانا بالليل اتفرج على فيديو ام ريبال، يا خرا ضحكتيني من قلبي، اقسم انا ضحك على الفيديو اللي انت فيديوهاتك روعه، فيديوهاتك روعه ام ريبال، رياكت ده رياكت وضحكتيني والله العظيم. وبعت لكل اخواتي وبعت لاصحابي، شفتم؟ قلت لهم شفتوا الحلاوه دي والكلام ده، ضحكتني والله. يا رب ترجعي يا ام ريبال يا رب، فيديوهاتك الجميله دي بقى وتعمل لنا الرياكت ده ولا انا خلاص بقى مش هتعملي رياكت تاني عليا. والله ربنا يشفيك يا رب. يعني انا بقول لكم انا انا ربنا رزقني باهل، بحبايب مدام هناء دي، والله العظيم احسن حاجه مدام هناء كمان عملتها فيا، اللي عرفتنا على ناس محترمين، ناس عندهم عطف، ناس كلكم حتى متابعينها كلهم، متابعينها وحبايبها واصحابها وكلكم، والله انتوا ناس اول مره والله انا طالعه الفيديو ده عشان اقول كده، اقول اللي انا كفايه مدام هناء كمان عشان انت طيبه وحنينه ومظلومه، اتظلمتي وجا عليكي، ربنا سخر لك ناس ما فيش زيهم بصراحه، يدافعوا عنك ما فيش زيهم، والله ما فيش زي الناس دول.
ولا المتابعين الحلوين دول خالص اللي هم اهل لكي. والله مدام هناء انت بتقولي لو 10,000 بيحبوكي بالدنيا كلها، انا حاسه لو 10,000 بيحبوكي الواحد يتمسك بالناس دي كلها، الناس كلها. ده واحد بس بيحبني باخلاص، ده امسك فيه بايدي واسناني. والله يا مدام هناء انا بحبك قوي، وبقول لك من عندي، ويا رب تسمع الفيديو ده، والله تتمنى اما تنزلوا مصر تشرفيني كده، افرش لك الارض ورد وفل كده، افرشها لك ورد وفل. ما استقلش بمرانا يا امو احنا يلا بناء ولاد ناس برضك الحمد لله. بس الحمد لله ان جه علينا، وان زمن جه علينا، بس جه علينا من طيبة ابو رنا زي ما انا قلت، والحمد لله كل حاجة خير. يعني ابو رنا لما كان اتصدم في الولد ده واللي بتاع المفروشات، جاله غلطة في عين واحدة، بقيت احمد ربنا واصبره، لان حبايبي ابويا والله العظيم ابويا حصل له الموضوع ده. ابويا كان عنده محل خياطة، بس كان بيضيق ويوسع على قد اكلنا كده، بس هو كان مرتبط بقى ايه بالمحل ده قوي، لان المحل ده قوي كان ايه بيقعد مع اصحابه، إيه بيتسلى يعني في الوقت كله. هيقعد في البيت يعمل ايه؟ هيعمل في ايه؟ وبعدين كان، مش هخش لكم بقى في حاجة تانية، في حاجة تانية. جه البيت الدكان قديم، والبيت جه على ازالة، وراحوا خدوا منه ايه الدكان. هو راح اما خد منه الدكان اللي هو مرتبط بيه طول حياته وكده، جاله جلطة كلها بعد الشر عن السامعين يعني، اللي هو بقى ايده كده، وايده ورجله، يعني ما كانش بقى. الاخر ام الله يرحمها بقت يا عيني ايه، هي اللي كانت موجوده، كنت انا اللي موجوده، حتى انا اتجوزت، لا انا فاكره كنت انا كمان اتجوزت وهي لوحدها، وليه اخ ما كانش اتجوز، بس اخويا كان 4 على بنات، كان بقى فافي قوي برضك، يعني مش بتاع، يعني كان فافي. الله يديها الله يرحمها اختي الحاجه فاطمه بقى، بصراحه منها هي كانت ممرضه في السعوديه وكده، كانت بقى بصراحه متكفله بمصاريف علاجه بكل حاجه. بس ايامها ما اعرفش بقى، ما كانش فيه بامبرز ولا كان محاطين له قسطره، وما فيش بامبرز. تيجي والدتي والله العظيم مش لاقي حد يشتغل، اخويا يجي يشتغل عايز يروح، نفسيته عامله عايز يستفرق. جوزي كان ايامها في الشغل، لما كان مش جوزي ابو رنا مش في الشغل، كان يروح ايه يشيلوا معاه. والله يعني كانت تروح تنادي الناس في الشارع عشان يشيلوه ودوه الحمام، يعني تعبت قوي قوي، تعبت. ما كانتش تعرف قعد يجي 3 سنين ما كانتش تعرف تخرج وتسيبه لوحده، مفيش قاعدة جنبه، لان هو لو ما يسيبه لوحده نلاقيه لو سابته بس نص ساعة تشتري حاجة بيشيل القسطرة ويبهدل الدنيا. وساعات يعني مش عايزة اقول لكم يعني في حاجات عشان ما تعملوش، كان بيبهدل الدنيا يعني. الاخر كانت يعني قاعده جنبه 24 ساعه، ولا عارفه تروح في حته ولا تروح لاي حد، وجالها يعني برضك بقت مخنوقه وتعيط. يعني الحمد لله اللي بيبقى قدر اخف من قدر، الحمد لله، وربنا يعوضنا في ولادنا خير يا رب. عايزه اقول لك يا مدام انا والله هشيلك فوق راسي، وتجي وتشرفيني كده، تشرفيني والله، تشرفيني في المحله. وحبايب مدام هناء، لو مدام بيل برضك تيجي هتنزل المحله وهتنزل هتنزل تحضر الفرح والكلام ده، والله تشرفوني، والله تشرفوني كده، هشيلكوا في عيني، هشيلكوا في عيني كده. عايزه اقول لكم يا حبايبي، هو في حاجه بقى عايزه اقولها كمان. عايزه اقول لام فياض، معلش يا ام فياض، والله انا الصبح يعني انا ما بحضرش بثات او عروض، لانه والله كل حاجه عليا يعني. انا يعني اللي خلاني اشجع كمان اللي انا اعمل الفيديو اللي انا لابسه، عشان راح اجيب حاجات من السوق دلوقتي والله ده اللي شجعني كمان اللي انا اعمل الفيديو اللي انا لابسه، وهروح اشتري حاجات من السوق. وده عباية اختي ام حسين والله وطرحت بقى، لقيت طرحت ولادي، قلت اما البسها دي وطرحت ولادي، وده عباية ايه ام حسامه واسعه وحلو، من الواسعين الحلوين والله. الاخر معلش والله ما بحضرش عروق، يعني ما ببقاش فاضيه احضر بسات او كده. وساعات الواحد اما ببقى فاضيه بقى وكده
والواحد بقى يجي يرتاح الاقيني بقى مسكت بقى فيديوهات الاستاذه فراوله ومدام هناء ومدام بيل، مدام بيل ومدام أميمة، كلهم بقى حبايبي كده، بقعد امسكهم بقى شوية، وبالليل بقى كده اشوف اللي هي البقرة دي حبة منها، مش كل البث منها يعني. عايزة اقول لكم اعذروني والله، حتى لو معلش انا اقول لكم على حاجة برضه، حتى لو انا في بث انا بتكسف اخش، ببقى شايفاه وحاطة اللايك وبتكسف وبخجل والله. امور انا والله بتتكسف اذا كانت مصرية بتقول لك انا بخجل، انا بخجل بره، اللي هي اللي بتخجل بره، وانا قدامكم هنا ده كويس اللي انا هنا، انا والله بخجل. انا ساعات بلاقي مدام بيل فاتحه الصبح والله بشوفها برضك، وعايزه اقول لها خدي بوسه يا مدام وصباح الفل، بس ساعات والله اقول مكسوفه اخش لها، والله ببقى برضك مكسوفه اخش لها، بس بحط اللايك وببقى والله عايزه اكلمها اقول لها صباح العسل صباح الفل، بس ايه بشوف بقى الفيديو بعدها واقول لها في التعليقات. معلش والله انا بخجل جدا والله، وبخجل اللي انا لو حتى طلعت على منصه انا مش عارفه اطلع السلم خالص ولا الكلام ده، ما اعرفش في ايه. حتى كلمت قناه اسمها ميرا والحياه البسيطه كده، قلت لها والله هي جنبي في بلد كده قبل طنطا، قلت لها والله هجيلك اعملي لي الموضوع ده، يمكن عايزه اخش اطلع لحد ولا كده، عايزه نفسي اقول اي كلمه وكده. قالت لي بتعالي. والله بتكسف اتكلم يا حبايبي والله، وبتكسف اخجل، انتوا عارفين والله ما بعرفش اتكلم، يعني ما اعرفش اتكلم لو حد طلعت ستريم ولا ده ما بعرفش والله. امور انا والله مش هعرف اطلع كلمة حتى، يعني الحمد لله اللي انا مش عارفة اللي انا يعني عملت قناة وبتكلم كده وبقول كل اللي جوايا كده ده، الحمد لله، وانتوا حبتوني، يعني حبكم ده بالدنيا كلها والله. زي ما انا قلت لكم كده يا حبايبي، انا يعني كفايه اللي انا الواحد يموت كده والاقي متابعين حبايب مدام هناء كده يقولوا الله يرحمك يا ام رنا دي بالدنيا حلاوه، انا هفرح اموت وانا فرحانه، اموت وانا فرحانه. يبقى اعذروني يا ام فياض والله عشان البث والعروض والكلام ده، معلش والله يعني ربنا يعلم مشغولياتي قد ايه. يا بنت بتروق الشقه والكلام ده، بس انا اللي بقى يعني ما بحبش حد، انا عندي ما بحبش حد يغسل له كوبايه ولا يغسل له طبق، ولا مثلا حماتي جايبه الغساله، حمات الله يرحمها كان حاطه فلوس مره في ريان ولا مش عارفه ايه، ادوها غساله اوتوماتيك، اما توفت وكده انا ما قلت لهم انا مش عايزه الا الغساله الاوتوماتيك اللي ادي الزانوسي دي، ما بحبش اغسل عليه، بحب اغسل عليه على عاديه حتى عشان ايه، والم بقى كله مع بعض كده. احسن مره واحده بقول لها غساله، قالت لي ايه ايه يا اختي عشان لا انا عندي غساله، بس انا بقول احب اغسل على الغساله العاديه دي لانها بتنظف والم كله بقى، وحتت المطبخ وكل حاجه بقى والشرابات وراه وكل حاجه بقى ايه بتاع ابني بغسلها وراه، بتبقى جميله بتلم جدا، كنت امبارح حتى بغسل. يبقى اعذروني يا حبايبي والله وانا بشوف كل فيديوهاتكم وبحبكم، وربنا يجعلكم في حياتي دايما يا رب يا رب يا رب، ويديكم الصحه ويسعدكم ويفرحكم بولادكم. ومدام هناء بحبك قوي 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 يا مدام هناء، وبحبكم يا حبايب مدام هناء، يا رب ربنا يسعدكم، ما تنسوش بقى اللايك